جايبه لكم طريقتي في تنظيف الفراخ، هتسهل عليكي الدنيا لان انا بشيلها نظيفه في الفريزر. اول ما بجيبها بشطفها كده شطفه سريعه، وبعد كده احط لها ميه وملح ومعلقه سكر وشويه خل وشويه دقيق، معلقتين مثلا، واقعد كده اقلب في الدقيق لحد ما يدوب كويس في الميه، وانزل فيه الفراخ اللي عندي واغطيها واسيبها ساعه، ممكن لو انت عايزه تسيبها ساعتين براحتك. وبعد كده ابدا بقى اشطفها شطفه كويسه قوي. بصوا منظر الميه عامل ازاي، هو ده اللي بقولك عليه. كل ده بيخرج من الفراخ واحنا مش واخدين بالنا. دلوقتي بعد ما خلاص شطفتها، انا هنا كنت قطعتها فبشطفها علشان لو فيها دم ينزل. انتوا شايفين الميه عامله ازاي؟ بالطريقه دي هي ما فيهاش دم خالص، وكل الدم اللي فيها نزل، والميه بقت شفافه، ولا فيها زفاره ولا زفلطه ولا اي حاجه خالص، تخليكي ما تقرفيش منها خالص. وما تنسيش تجيلي بقى على الفيسبوك علشان اقولك انا عملت بالوراك دي ايه، وكمان ما تنسينيش في اللايك والفولو والشير كمان. وشكرا ليكي.